به النساء في جميع أنحاء العالم. تعزز النضال والبحث عن حرية المرأة في جميع بلدان الشرق الأوسط. يصير أيضا عن احتجاجات 8 آذار والمطالب التي تم التعبير عنها في تلك الاحتجاجات، وأصبحت النساء مدركات للتمييز الجنسي الاجتماعي، وعرفنا أن الأمر يتعلق بالفاشية والقومية. عام 1857 خاضت نحو 40,000 عاملة نسيج إضرابا عاما عن العمل في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، احتجاجا على تدني أجورهن وساعات العمل الطويلة 16 ساعة وأكثر في اليوم، وطالبت بالمساواة بيوم عمل ل10 ساعات فقط. وكان ذلك أكبر إضراب تشهده البلاد في تلك الفترة، ولم تكمل هذه المسيرة طريقها، فما لبث أن قضي عليها بوحشية من الشرطة. لقد قامت الشرطة بإغلاق الباب في وجه آلاف العمال في المصنع بدعم من إدارة المصنع، وبعد ذلك اندلع حريق هائل في المصنع، فلم يتمكن العمال من إنقاذ أنفسهم من الحريق لأنهم لم يتمكنوا من عبور الحواجز التي أقيمت أمام المصنع أثناء الحريق. ومن بين العمال المحاصرين بالداخل ولقيت 129 امرأة مصرعها. وأخفت الصحافة الأمريكية موقف إدارة المصنع والشرطة عن الشعب، وحاولت التستر عن الحادث، لكن على الرغم من ذلك كان للحادث تأثير كبير على الأمريكيين، إذ شارك عشرات الآلاف منهم في تشييع الضحايا. بعد الحادث لم يتم تحديد موعد الأنشطة التذكارية في السنوات الأولى، فكانت تحدث دائما في الربيع. وبعد عقود من إعلان 8 آذار يوما للنضال، كان ذلك بسبب نضال النساء من أجل الحرية والعدالة. وفي 8 آذار عام 1908 في الذكرى 50 لنضال عمال النسيج في نيويورك، عادت الآلاف من عاملات النسيج بالإضراب والتظاهر من جديد في شوارع مدينة نيويورك لتحسين ظروف عملهن. بعد ذلك بعامين في 26 و27 آب 1910 عقد المؤتمر الدولي الثاني للمرأة في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك. لم تعتقد النساء التي خرجن إلى شوارع مدينة نيو إنجلاند سنة 1820 احتجاجا على قسوة ظروف عملهن أنهن سيطلقن الشرارة الأولى لمسيرة المطالبة بالمساواة داخل الولايات المتحدة في 8 آذار